السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم راح نجرب معاكم ماسك الخيار بنشا. أختي ما نقدرش نوصف لك قداش هو مليح ومريح للبشرة وجميع أنواع البشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة العادية. بإذن الله راح يعجبك وما كيشي راح تقدري تستغني عليه مرة أخرى حبيبتي. مفيد تاني زيد نعطيكم الفوائد تاعو باه ان شاء الله كي تجربوه تكتبوا لي النتائج في التعليقات. مفيد تاني هذا لتصبغات البشرة ولتفتيح البشرة والمحاربة التجاعيد. والله اختي ما تتصوريش كيفاه انا كي جربته، يعني كأي بنت جربت حاجة مليحة ياسر ياسر ياسر. وبربي ان شاء الله نبداو معاكم بإذن الله. نحتاج فيها خيارة، اكيد الخيارة هذه لازم تكون مغسولة، ومن بعديك نرحوها طريقة ناعمة جدا بنات. بربي عقدر ما تقدروا ترحوها ارحوها باه تقدروا تجبدوا العصير تاعها لانكم تحتاجوه. نجيبوا صفاية ونبداو نصفيو باه نستخلصوا داك العصير غير بشويه اختي، غير بشويه هكذا بشويه نجبدوا كامل عصير الكعبات على الخيار ولا الشي اللي تقدري عليه اختي، حتى نص حبه نورمال. المهم تقدري تجبدي منها الماء وفريت، يعني تقدري حتى في المكسر اختي. انا يعني الشي اللي يساعدك يعني ديريه. نكملوا الطريقه كما هكا حتى نكملوا كل الكميه. وكي تجربوا اختي ولا كانك اول مره تشوفي قناتي باذن الله راهي كل يوم راح ندير تجربه ووصفه جديده باذن الله اشتركي في قناتي عزيزتي وفعلي الجرس ليصلك كل جديد. وتاني نعطيكم ونجتهد باه نجيب لكم احسن الوصفات حبيباتي. تابعوني لاخر الفيديو. بعد ما كملنا عصرنا الكعبة تاع الخيار نجيبو نشا. مهم هو يعني كل بلاد وعنده التسمية تاعها، المايزينا نشا، دقيق الذرة، المهم نشا حسب الكمية تاعك تقدري تحطي المايزينا. تسمى هذه الكمية نحتاج فقط نص مغرف تاع نشا، نص مغرف تاع نشا في هذه الكمية فقط. بعد ما نحطها هكذا اختي نجيبو حمام مريم اللي المال فين ندوبو فيه الشوكولا. نصنعو حمام مريم اللي هو إناء إينوكس وفيه ماء يكون سخون ونحطو فيه هاد الصحفة ونحركو غير بشوية. نروح نديرو ونرجع لكم بنات. الآن تحصلنا على هذه النتيجة الرائعة اللي هي تتكون في كريمة النشا بالخيار اختي العزيزة. تستعملها بعد ما تجي من برا، بعد ما تغسلي وجهك تنحي المكياج تستعملها. ما تتصوريش الراحة اللي راح تلقايها، راح تشوفي النتيجة فورا فورا فورا. تلك النضارة تلك النعومة، تعطيك الترطيب المناسب. نقدروا نخبيوه في الفريجيدير كما ترين عزيزتي، نخبيوه في الفريجيدير لمدة 3 أيام. نقدروا نستعملوه لمدة 3 أيام ونتركوه في الثلاجة، يعني بعد ما يفوت 3 أيام نخرجوه من الثلاجة ونطيشوه يعني. واللي بشرتها ماشي حساسة بالنسبة للليمون تقدري تستعملي الليمون، لكن ما تقدريش تخبيه 3 أيام، تستعمليه فورا يعني تقدري تنحي نتشا وتستعمليه
اما اللي بشرتها حساسه ما كان لها تستعملي الليمون، خاطر راح تولي لك حساسيه في بشرتك، ما كان لها تستخدمي الليمون. اللي بشرتهم عاديه وبشرتهم دهنيه تستخدموا الليمون عادي. وان شاء الله نكون انا فدتكم، واي حاجه ممكن فادتكم يعني، ولا تحقوها مني وصفات اي حاجه، اتركوها لي في الكومنتير حبيباتي. وان شاء الله ان شاء الله نكون قد فدتكم، و... والى وصفات جديده ان شاء الله. ويا ربي ويا ربي يا ربي دعوة خير منكم. وما تنسوش تشتركوا لي في القناه تاعي، وتفعلوا الجرس، واتركوا لي القليل من الكومنتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة.